السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا بحلقة جديدة. اليوم غادي نهضر على الاكتئاب ولا الكآبة وكيفاش نقدروا نديباسيو هذه المرحلة. أول حاجة باش نعرفوا الاكتئاب بكل بساطة هو سوء الحال ولا الانكسار من الحزن. آم، ثاني حاجة خصنا نعرفوها هو أن الاكتئاب ماشي شي حاجة عيب ولا ماشي شي حاجة ضعف. في أي واحد داز من هذه المرحلة شي حاجة عادية، حيت حتى الأنبياء دازوا من هذه المرحلة. كان النبي يعقوب عليه السلام أب ديال يوسف داز من هذه المرحلة. يقول الله عز وجل: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هنا بعد من جيت نشرح المعنى ديال الكلمة بث. الشرح ديالها هو أن البث أشد الحزن الذي لا يتحمله المرء. فيش حاجة أكثر من الحزن، ولكن بإذن الله رغم ذلك خرجوا من هذه المرحلة. ف دابا بغيت نهضر على الأسباب. علاش بغيت نهضر على الأسباب؟ غير باش نعرفوا شنو اللي كيخلينا نطيحوا في هاد الديبرسيون، باش المرة الجاية إن شاء الله ما نعاودوش نفس الخطأ. فالسبب الرئيسي هو الوحدة. والوحدة ما كنعنيش بها ما عندكش أصدقاء ولا ما عندكش عائلة ولا ما عندكش الناس كتخرج معاهم ولا ما عندكش بزاف ديال لي زامي فيسبوك ولا الفولورز انستغرام. الوحدة هو أنك ما لقيتيش ولا مفصول مع داك القوة اللي كتعطيك لا سورس ديال أنك تكمل في هاد الحياة ديالك. هي أنك مفصول على اللي عمر ما لا على اللي ما عمره ما غادي يخليك، مفصول على ديك الحاجة اللي ما عمرها ما غادي تخليك، مفصول على الله سبحانه وتعالى. فخصنا نعرفوا أن في هذه الحياة كلشي كيتبدل وكلشي كيمشي. فأصدقاء ديالك، القوة اللي عندك، المال اللي عندك، فكلشي غادي يمشي واحد الوقت، ولكن الله عز وجل هو الباقي. فمنين كنتأملوا في هذه القضية كنعرفوا أن دائما غادي نستمدوا الطاقة ديالنا والحيوية من عند الله الذي ديما قريب لينا، كما كيقول الله عز وجل: ادعوني استجب لكم. وهنا كنتفكر كاين واحد المقولة ديال شمس الدين التبريزي يقول: تعلق الفاني بالفاني يفنيه وتعلق الفاني بالباقي يبقيه. فكل ما كنتي فريمون اطاشي بزاف لهاد الامور الماديه بحال الفلوس، بحال الصحه، بحال الاصدقاء، فراه هاد الامور كامله غادي يجي واحد النهار غادي تمشي. فما تعلقش فيها بزاف باش الا جا واحد النهار ومشات ما طيحش في داك الحزن ولا داك الاكتئاب عاوتاني. كاينه ايضا المقارنه. فاحنا ولينا في السوشيال ميديا ولينا كنقارنوا راسنا بزاف مع الناس الاخرين، ولينا كنبغيو داك النجاح بواحد الطريقه تكون سهله جدا. فكل شيء دابا بغى فرمشة عين، ما عرف يمشي للسويد ولا المهم يسافر ولا يولي لاباس عليه ولا مليونير. ولكن خصك تعرف يا صديقي ان اي حاجه كتاخذ وقت، وانت خصك تعرف بانك انت ماشي مع في شي سباق مع شي واحد، بينما انك انت في سباق مع راسك. فحاول تحسن مع راسك، حاول تقارن راسك اليوم مع البارح وماشي انت مع شي شخص اكس. فريمون حاول تصوم داك الاراء ديال الناس، حاول تصوم الافكار ديال الناس، حاول تصوم داك الكونتنت بزاف اللي كتكونسومي، حيت راه هو اللي غادي يخليك ولا هو اللي غادي يدير لك بزاف ديال المشاكل في الحياه ديالك بواحد الطريقه غير مباشره ما غاديش تحس بها. دابا غادي نهضروا ان شاء الله على العلاج وكيفاش نخرجوا من هذا الاكتئاب بكل بساطه. الا قويتي الصله ديالك بالله عز وجل راه غادي يكون داك الاحتماليه ديال انك تصيب اي مرض لا نفسي لا عضوي قليل بزاف. آم، حيتاش الا كان الله معاك راه ما غادي يخليك. فخصك تآمن بالله وخصك تعمل وخصك دير واحد العمل صالح، عمل لوجه الله. لانه الا بغيتي تخرج من هذا الاكتئاب خصك تركز على شي حاجه واحده اخرى. انت الا كنتي كتقرا ولا كنتي كتخدم ولا كنتي في اي بوزيسيون حاول تركز على الخدمه ديالك اكثر، بينما خلي داك الامور اللي متعلقه بالحزن في سلة الماضي، شي حاجه دازت. الا كان اي مشكل حاول تواجهه، ما تحاولش زعما تسكيبي اي مشكل جاك حاول تواجهه او ديبار باش تهنى منه. آم، وخصك تعرف ان اي حاجه طرات ليك والا والا هي مغفرة الذنوب. فكاين واحد الحديث زوين كيقول: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها، يعني زعما شي شوكه ولا شي حاجه اكثر من شوكه
إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فكيرفعك الله درجة وكيغفر لك الذنوب ديالك. هذاك الشيء علاش الاسلام زوين بزاف، هو ان شي حاجه خايبه طرات ليك ولا شي حاجه بحال ديك الشوكه صغيره، هنا عندنا مثال ديال شوكه صغيره فهي مغفره الذنوب. فما عمر شي الا طرا لك شي مشكل انك تزيد بقات تهدر داك الطاقه اكثر في انك تعرف علاش طرا لي هذا البلان انا وما طراش لشي واحد اخر. فالله اختارك والله بغاك. أم، فمن الاخر باش ندير واحد الخلاصه، بدا صفحه جديده في الحياه ديالك، حط الاهداف ديالك من الاول. خصك تعرف اي حاجه كتاخذ الوقت، ربما البدايه كتكون صعيبه، فحاول دير واحد المجهود. عندك اي اهداف حطهم في واحد الورقه وبدا بالتدرج، يعني بدا بشويه بشويه، وعادي تبدا من الزيرو ولا تبدا من ناقص واحد. فهذه هي الحياه رحله، وخصنا نعيشو خصنا نعيشوها بلي ديتاي ديالها، وبأي حاجة زوينة ولا خايبة. وغادي نختمها بواحد الآية قرآنية كيقول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فتوكل على الله وخدم وإن شاء الله تولي بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف فهمتوا ليا ووصلتوا حتى لهنا. إلا عجبكم هذا البودكاست نتمنى ديروا شي فيدباك وتقولوا لي شنو بغيتو نطور اكثر في البودكاست. وشكرا لكم.